السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة حلقة جديدة من حلقات قناة مملكة الصغيرة. هنعمل فيها النهاردة حاجة حلوة مع بعض، بسيطة كده وسهلة. يعني بقى الشتا وبيحب الأكل والدفا والحاجات السخنة، فقلت أعمل معاكم النهاردة بطاطا بالبشاميل. طبعا معظمنا بيجيب البطاطا ويغسلها ويحطها في الفرن ويشويها أو يسلقها بسكر كده. انا النهارده هعملها معاكم بالبشاميل. بس قبل ما نبدا بقى في الوصفه بتاعتنا بتاعت النهارده، عايزين نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ونقول لكل الناس اللي اول مره يشوفونا يشتركوا في القناه بتاعتنا ويفعلوا الجرس على الكل عشان يجيلك اشعار باذاعه الحلقه اول ما تنزل يعني. كمان حبايبنا اللي متابعينا يدونا اللايك الجميل عشان الاستمراريه، ويعملوا شير للفيديو. ونسمي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي بطاطا انا مقشراها، غسلتها الاول وقشرتها وقطعتها طرنشات كده وسلقتها، وحطيت عليها معلقه سكر واحده. دي حاجه اختياريه، يعني لو انت مش عايزه تحط السكر، مش بتحب الحاجه تبقى مسكره قوي يعني، خلاص بلاها. تمام. وطبعا بعد ما استوت كسرتها كلها كده وهرستها كويس، وقمت حطها في الطواجن زي ما انتم شايفين كده. عندك طواجن من دي ماشي، ما عندكيش لو عندك الاطباق اللي هي الازاز الصغيره دي اللي بتدخل الفرن ماشي. مش عندك ممكن تحطيها في صينيه وتحط عليها البشاميل. هعمل معاكم بقى البشاميل دلوقتي. دي معلقه ونص زبده و 3 معالق دقيق، وطبعا سكر حسب الرغبه، واقل من نص كيلو لبن بشويه. تمام كده. هنعمل بشاميل، بس بشاميل مسكر، مش البشاميل اللي هو بتاع المكرونه، لا بشاميل بسكر. فخليكم معايا بقى. هنقل بس الكاميرا عشان تشوفوني وانا بعمل البشاميل يعني. ورجعنا تاني اهو. انا عندي اللبن هنا بارد، مش سخن، يعني هعمله على البارد. تمام كده. البشاميل بتاعنا ما بيبقاش خفيف يا جماعه. يعني المعلقه دي كبيره، ما شاء الله كبيره قوي، فانا هاخد معلقتين ونص بس. تمام كده. واحط الزبده اهي. السكر بقى على حسب ما انت عايز. برضو معلقتين وادوبهم بقى مع بعض كده. هقلب بالمضرب عشان بس ابقى ضامنه ان ما يبقاش فيها كلاكيع. لحد ما تتقل بقى معايا. عايزه اقول لكم بيبقى طعمها جميل جدا، والله ما في حد دقها الا لو قال طعمها حلو قوي. البطاطا دي جربوها وما بتاخدش وقت خالص، يعني وانت شغاله بتعملي الغدا بتاعك، او بالليل قاعده فاضيه كده وعايزين تاكلوا حاجه كويسه، يعني حاجه حلوه يعني، قومي اعمليها لو عندك بطاطا يعني.
هتن نقلب فيها كده لحد ما ايه. طبعا اللبن انا كنت غلياه قبل كده، وهو عندي من امبارح يعني، غلياه وكان في التلاجة، فطبعا ساقع. فمجرد ما اللبن يسخن هتبص تلاقيها هي بدأت فعلا، بدأت ايه تتقل شوية اهي. انا اوقات بحط على وشها، على وش الطاجن كده قشطة لو عندك. ما عندكيش خلاص، انا عندي قشطة، بس انا هعملها من غير يعني، مش هحط قشطة النهاردة عليها، هوريها لكم من غير، تبقى حلوة برضو جميلة. يعني لما بحط عليها قشطة بتبقى تقيلة شوية. تمام كده، تقيلة اهو، اهو تقيلة اهو. اطفي بقى عليه، وهبدأ ايه، انا هحطهم طبعا في صينية عشان احطهم في الفرن. بالشكل ده كده. همسح بس اهو زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. هي كده خلاص. البشاميل دون طبعا انا مش هرميه، يعني انا متعمدة اعمله بزيادة. انا كده هسيبه لما يبرد، وهحطه في كيس، وهحطه في الفريزر عادي خالص. تمام. اما اجي اعمل تاني اطلعه واسيبه يفك واقلبه شويه، وايه واحطه واحطه يعني على الكميه اهو. هي كده اهي. يا رب تكون الصينيه واضحه. هشغل بس الشوايه وهحطهم ياخدوا وش، وبعدين هبقى ارجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد ما خلاص البطاطا اتعملت اهي. ده بيبقى شكلها النهائي. تمام. لسه بقى كده، اللي بياكل بياكل معلقه من البشاميل ومعلقه من البطاطا. والله العظيم 3 جميله لما بارد. تسلم ايدي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وبتمنى يا ربي الحلقه النهارده تبقى فيها نسبه افاده ليكم، والوصفه تكون عجبتكم. هقول لكم تاني ما تنسوش الاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس، واللايك بقى الجميل عشان الفيديو ينتشر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.